نيجي نشوف الأسعار ترتفع ليه؟ لماذا ترتفع الأسعار إن لم يكن بذلك حاجة إلهية من عند الله سبحانه وتعالى؟ في ظل الظروف العادية في إنتاج جيد وطلب الرشيد لا تتغير الأسعار تغيرا جوهريا كما يحدث الآن. الإسلام يحث على الإنتاج الجيد. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إذا أتقنت السلعة وأن تتقنت الخدمة اكتسبت حب الله وحب رسول الله. شوف الجانب الإيماني، شوف الإعجاز، شوف الإعجاز. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. هذا هو الجانب الأول. لو أنا أتقنت الإنتاج والخدمة إتقانا جيدا، هذه السلعة يكون فيها البركة وتنتج، ومش هيبقى فيها إسراف ولا تبذير ولا هلاك، ولذلك تبقى سعرها منخفض. إتقان المهنة تخفيض لتكلفة السلعة. جودة السلعة تخفيض لتكلفتها. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. ما شاء الله، إعجاز قرآني. ولذلك الإسلام يهتم بالجانب الأول من السلعة وهو الإنتاج وتخفيض السلعة. عندما حرم الإسلام الربا، بعض الناس لماذا حرم الإسلام الربا؟ بلغة الاقتصاد لأن الفائدة الربوية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ليه؟ لأن رجل الأعمال بيضيف فائدة القرض على تكلفة السلعة اللي بيشتريها أو تكلفة السلعة اللي بينتجها، ودي حقيقة. فترتفع السلعة، ترتفع سعرها فيغلو سعرها. ولذلك يقول علماء الاقتصاد الإسلامي أن الفائدة الربوية هي وقود التضخم وهي وقود ارتفاع الأسعار. أيضا إتقان العمل بواسطة العامل لابد إنه ما ضيعش وقته، ما فيش إسراف. تحريم الإسراف معناه تخفيض تكلفة السلعة، معناه محاربة الغلاء. حقيقة هذا هو منهجنا الإسلامي اللي بتقوله فين البرنامج الإسلامي. هذا تحريم الإسراف، تحريم التبذير، تحريم النفقات البذخية والطرفية، هي في حقيقتها خفض لتكلفة السلعة. وإذا انخفضت تكلفة السلعة انخفض سعرها. ده الشق الأول مهم جدا، مهم جدا. ولذلك كان في صدر الدولة الإسلامية كان في هناك رقباء على الصنعة عشان يتأكد أن الإنتاج وفقا للمواصفات والشروط الإسلامية. ما شاء الله. وكان يوجد المحتسب الذي كان يراقب جودة الإنتاج وجودة الخدمات. هذا هو إسلامنا. الجانب الثاني السوق. نعم، حرم الإسلام الاحتكار لأنه وراء ارتفاع الأسعار. حرم الإسلام الاستغلال لأنه وراء ارتفاع الأسعار. حرم الإسلام بيع النجش لأنه وراء ارتفاع الأسعار. حرم الإسلام الغش لأنه وراء ارتفاع الأسعار. حرم الإسلام النصب والتدليس لأنه وراء ارتفاع الأسعار. فلما انتقلنا لجانب السوق، جانب الطلب، تلاقينا الإسلام وضع ضوابط تحافظ على عدم ارتفاع الأسعار، وهي هذه العظمة. ولذلك في كتب الاقتصاد الإسلامي باب كبير اسمه باب الرقابة على الأسواق في الإسلام، ونظام الرقابة على الأسواق في الإسلام. فعندما توجد سوق طاهرة من الغش والتدليس والجهالة، ما شاء الله هيكون فيه السعر العدل الذي لا وكس فيه ولا شر.